إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون السلام عليكم. يا هلا والله منورين. ده طبعا أول فيديو في سلسلة فلوج مع مدارك. هنعيش فيها لحظات وتجارب مختلفة إن شاء الله. وطبعا نشرة مذاكرة في إيه؟ في مذاكرة في كل. تمام. إحنا دلوقتي الساعة 6:30 تقريبا بعد صلاة الفجر وقلنا الأذكار والورد. طبعا أهم حاجة لازم تبدأ بيها يومك هي صلاة الفجر، فإن شاء الله صلاة الفجر وعندنا شوية مهام كده لازم نعملها. هي عندنا شوية مهام، هي مهمة طبعا شوية وشوية صغيرين بس مهمة، فإن شاء الله نحاول نخلصها كلها النهاردة. فيلا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. عدنا عد لقاء من جديد بعد استراحة محارب زي ما بيقول. فالموضوع النهارده باختصار شديد هو المولد النبوي. هل الاحتفال بالمولد النبوي كما يقال بدعة؟ يعني مش عارف الصراحة. لا، الحوار مش بدعة، ولكن طريقة الاحتفال هي اللي عليها اختلاف عشان في حلاوة وكده يعني. مش قصة حلاوة بس، في ابتهالات وبتحصل حاجات بس مالهاش هي لازمة يعني، أكيد أنت عارفها. بس الاحتفال بالمولد النبوي هو باختصار شديد إنك تعمل مثلا ذكر للسيرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عندك كتاب اسمه السيرة لأدهم الشرق، كتاب في غاية الجمال. بص، هو حكى القصة زي ما يكون حوار الشخص كده، حوار هو قاعد مع واحد صاحبه بيحكي له القصة، ودي طبعا بتدي ميزة جدا، جميلة جدا للسيرة، إن هي بتخليك تعيش الواقع أحسن ما تقعد تسمع في أحاديث مش أحسن، ولكن أنت بتستمتع أكتر بالسيرة، بتحسها رواية، بخصوص في عالم السكرينج اللي احنا فيه. طبعا بقت الحياة أصعب شوية. باختصار شديد يا سيدنا، لو بصينا للموضوع من الاحتفال بالمولد، فأقول لك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما سئل عن صيام يوم الاثنين، طبعا قال لك ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه، أنزل علي الوحي يعني. فإنك أول حاجة تعملها عشان تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنك تصوم مثلا اثنين وخميس. وده طبعا ده من الأحاديث اللي ذكرت في حوار المولد أصلا، عشان بس إيه تكون مشيت واحتفلت بالطريقة الصح. طيب هل مثلا في حاجة تانية؟ هقول لك يا باشا، في حاجة عن محبة النبي، إنك تحب النبي. صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وقراءتك في سيرته فده يعتبر برضه من الاحتفال المحبب فيه.
الصلاة على النبي، إنك تصلي على النبي كتير بقى في الفترة ديّة عشان طبعًا احتفال لذيذ جدًا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: "إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا." فإنك تصلي على النبي فده يدّيك يا باشا انطباع أكتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حُب أكتر النبي صلى الله عليه وسلم، فده بيخلّيك تحتفل بالطريقة الصح. إنما الحلاوة دي تاكلها إن شاء الله أنت إيه، أنت واخد الحلاوة إيه، حِج. تمام؟ طب هل فعلًا في علماء أجازوا الكلام ده والّا كلّه هري من الهرياء؟ باقول لك يا باشا في علماء أجازوا الاحتفال، الإمام السيوطي اللي هو إمام جلال الدين السيوطي في كتاب حُسن المقصد في عمل المولد، اتكلم وأتاح إن في احتفاليات معيّنة، بس مش بنشوفها دلوقتي، زي الاحتفالات بتاعة اللي إيه، الناس الصالحين، اشفي لي ابني يا مولانا بتاع، كل دي بدع، بس الاحتفال الصح إنّك تحتفل صح. على النقيض الآخر إن في علماء يعني مش مصححين الاحتفال أصلًا، زي ما في ناس أجازت في ناس ما أباحتش الاحتفال بالطريقة التقليدية اللي منتشرة، لكن الاحتفال تصوم، تصلي على النبي، يكون أحب ليك من نفسه، تقرأ في السيرة زي ما قلنا، وطبعًا أحسن حاجة تقولها في الموضوع ده كله لما حسن بن ثابت رضي الله عنه أراد إن هو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء." صدقني صدق لما هتمشي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها كده وتتعمق فيها هتحس قد إيه أنت في نعمة إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من مواقفه في الحياة. يعني ما فيش إنسان في الأمة دي كلها يا باشا مر بتجربة إلا الرسول مر بيها. اليتم ولد يتيما، فقد إحساس الأب. الأم يعني وهو عنده 6 سنوات فقد الأم. فكل تجربة في الحياة هو مر بيها. فقد مأمنه الداخلي والخارجي، طبعا مأمنه الداخلي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، ومأمنه الخارجي كان أبو طالب، أبو طالب عمه. ففقده للاتنين في نفس الوقت تقريبا في نفس السنة فيعتبر فاجعة بالنسبة له، تجربة لأي شخص تاني مش يستحملها، ولكن هو قادر عليه لأنه طبعا هو نبي هذه الأمة، وما ينفعش الاستهانة في رسالته، وتأدية واجبه في رسالته. حتى شوف في أضعف الإيمان لازم يأدي رسالته. فأنت ما تستهونش بنفسك، لازم تأدي رسالتك، لازم تعمل اللي عليك، لازم مهما كانت الظروف مهما كانت مش مساعداك أنت مطالب بالسعي ولست مسؤول عن النتيجة. حتى لو أنت طالب ثانوية عامة فما تقولش أنا هذاكر ليه؟ أنا غيري ممكن يغش وجاب مجموع. أقول لك يا باشا كلام جميل جدا، بس اللي مش عايز ربنا يوفقه. عايز ربنا يوفقك اعمل عليك، ربنا قال: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. بس هل سمع عن النتيجة؟ هل هتبقى نتيجتك كذا لو عملت كذا؟ هقول لك لا. ثاني إن نعم. حتى يا باشا لو ما رحتش في الثانوية مثلا، لو جبتش مجموع حلو في الثانوية، ده لا قدر الله، هينفعك في الكلية، مذاكرتك هتنفعك في الكلية جدا، طريقة مذاكرتك، استيعابك للمعلومة، وإنك تدير وقتك وتنظيم حياتك دي كلها في الثانوية هتفيدك بعد كده في الكلية. خلي اللي غش غش، هيفيد بيه ولا يفيد بحاجة. طيب الحوار خدنا في حتة تانية، بس خليني أقول لك إن دراسة السيرة هتربيك داخليا، تحس إن هي دروس تربية. في الموقف الفلاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا، عند النوم كان بيعمل كذا، عند الوضوء كان بيعمل كذا، عند الاستيقاظ كان بيعمل إيه، عند العمل. في كل موقف في الحياة هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم له موقف فيه. حتى في الهزار، يعني كان بيهزر أو كان بيتضاحك مع بعض الصحابة، ليه مواقف محترمة برضه. فدراسة السيرة تربيك فعلا. لسه عندنا بعض المهام خلينا نخلصها ونرجع تاني يا باشا إن إحنا إيه؟ نشوف ورانا إيه. يلا بينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين. هذا تقريبا 11. لا حرفيا بالنسبة للاستمتاع بقى بالحياة، بص يا باشا هوريك. ده يا باشا قناة اسمها جي توكس، اللي اسمه الشخص مش شادي. القناة دي تعتبر تشانل عظيمة فيها كمية خبرة يا لهوي، اسمها جي توكس. بودكاست عن الشغل هتلاقي، تطوير الذات هتلاقي، عن التعلم هتلاقي، عن صناعة المحتوى هتلاقي برضه. يعتبر أنا بحب أنا أصفي ذهني في القناة دي خالص، قناة مهمة برضه خالص يعني. اتفرج، هسيب لك اللينك بتاعها في الوصف. تمام كده. بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين